بعد الكارثة الإنسانية اللي صارت بالكوت وخسرنا أكثر من 61 شخص يا حبيبي، عوائل كاملة انطفت من أب وأم وأطفال، ويطلع أن هسه رئيس هيئة الاستثمار بالكوت يقول والله أنا ما لي علاقة، أنا ما نطيتهم رخصة. لا والله يا عيني، اللي قدامك أرانب وكل شيء ما يفتهمون لكم. حتى سلالم للطوارئ ما موجودة. وين أكو بناية تنبني بال2025 وحتى سلم للطوارئ ما بيها؟ وين عايشين احنا يا عيني؟ مال تجون هسه تتنصلون من المسؤولية على اساس انتم ما الكم علاقة. لا يا قلبي، هذا الشيء راح من زمان. هسه اللي يغلط يتحاسب. انت مسؤول موجود، شغلتك تدير شؤون المحافظة، شغلتك تحافظ على ارواح المواطنين يا قلبي، مو شغلتك تنطيني تبريرات، مو شغلتك من بعد ما تصير المشكلة تروح تحل المشكلة بغير أماكن. لا يا قلبي، رؤوس كبار لازم تنعرض على القضاء ولازم يتحاسبون. عيني وما عيني انتم، الله يرحم الشهداء ويشاف المصابين، وإن شاء الله ما نشوف مثل هاي الأفعال بعد. ننتظر التحقيقات شنو راح يصير ونريد نشوف منو راح يتحاسب. وبالسلامة أغاتي.